السلام عليكم. تعالوا أوريكم كيف نعمل زيت الكركار السوداني للشعر وللبشرة. بيطول الشعر وبينعم وبيفرد وبيمنع الهيشان، وكمان للبشرة بيرطبها وبينعمها وبيمنع الجفاف بتاع البشرة. أول حاجة جبت لي كيلو بتاع سنام إبل، لأنه ملقيت ودك الضان، أو لو لقيته الدهن بتاع الضان بيكون أفضل. دي إحنا الطريقة أصلا بنعمل بها زيت الكركار، لكن برضو بسنام الإبل حلو شديد وفي ناس كتير قاعد ينفع معاهم. أنا جبت كيلو واحد، وجبت محلب وقرنفل حسب الكمية اللي عندك، لكن أنا بقول لك كتري كتري كتري. قدر ما كترتي قدر ما بقى كان ريحته حلوة وطلع يعني ظريف كده. وفوائد المحلب والقرنفل وكلها مفيدة للشعر. تجيبي التلاتة: القرنفل والمحلب وقشر البرتقال، والأفضل يا جماعة يكون فريش. جبتهم ونقعتهم في موية نظيفة لمدة يوم كامل، وبعد ذاك قطعت الودك بتاعي حتات كده صغيرونة، وكبيت كبيت عليهم المنقوع بتاع القرنفل والمحلب وقشر البرتقال. تمام، وكده خلاص كده. شلت الودك بعد ما صفيته، اداني الشكل اللي قبل شوية شفتوه لون ابيض ده. وعلى البارد اضفت له لتر كامل بتاع زيت دوار الشمس، زيت الفول السوداني، اي زيت بينفع معاكي. بعدين دي اضافات انا ضفتها: زيت النرجيل او زيت جوز الهند. رهيب 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 رهيب، بينفع مع شعري، عشان كده انا اضفته. طبعا على حسب نوع المسامية بتاعت شعرك. ممكن تضيفي خروع، تضيفي زيتون، لكن انا بينفع معي زيت جوز الهند. اضفته علبة كاملة، واضفت معاه زيت سمسم سوداني اصلي. رهيب شديد للشعر، بينعم وعنده فوائد كتيرة كتيرة، وبيرطب اي حاجة وبيطول الشعر. وبعدين بعد ما أضفت الزيوت دي خليته مسافة لحد ما خلاص نضج. وشكرا.